ازاي بجيب الاسم والفعل في الانجليش؟ في الانجليش في كتير جدا من الافعال بتدي ناون يعني اسم. كتير جدا من الافعال زي verb مثلا، زي verb مثلا work. هي معناها طبعا كverb معناها يشتغل، وبرضه work كناون معناها شغل. Where is he? He's at work. يعني هو مثلا هو فين؟ He's at work. هو في الشغل. هنا طبعا work ما جاتش فعل، جات طبعا اسم، هو في الشغل. ففي كتير جدا من الافعال بتدي فعل وبرضه ناون اللي هو اسم. زي برضه ده حتى كلمة water اللي هي معروف طبعا ان هي اسم. water طبعا اللي هي المية. water اللي هي المية. ممكن تيجي verb. ممكن اقول I water my plants. I water my plants يعني انا بروي الزرع بتاعي. فكلمة water لما بتيجي verb بتبقى معناها يشرب او يسقي. بس بتبقى يشرب مش يشرب. يشرب يعني drink. فووتر لو جت فيرب تبقى معناها يسقي او يشرب. اوكي، حتى كلمة هاند مثلا. هاند دي ناون طبعا. هاند اللي هي اليد. ممكن تيجي فيرب. هاند لما بتيجي فيرب معناها يسلم او يدي حاجة، يعني هاند باي هاند. بتيجي فيرب بالمعنى ده. فمعظم الافعال في الانجليش، كتير جدا افعال الانجليش بتيجي فيرب. هي طبعا افعال فطبيعتها انها فيرب، وبتيجي برضه ناون. ففي كلمات بتبقى فيرب وناون في نفس الوقت. وزي كلمة هاوس نفسها. هاوس معناها منزل، لكن لو جت فيرب معناها يسكن. ف فكتير من الافعال بتبقى verb و noun. And good luck.